تكسر ال 18 مليون و700 الف جنيه. مش عارف والله بي ام دبليو عايزيننا نحب ام 2 الجديده غصب عننا ولا ايه؟ ما كفاهمش اللي عملوه في الام 2 العاديه، عملوا ام 2 سي اس وزن اخف قوه اعلى وبسعر خزعبلي هيصدمك. وزنها اقل ب 30 كيلو من الام 2 العاديه لانها مترشقه كربون فايبر في كل حته، زي في الديفيوزر الخلفي وفي السقف وفي السبويلر المطول الجديد ده. فيها عفشه انشف وادابتيف واوطى على الارض، جايه من المصنع بكاوتش تراكات 19 بوصه قدام و20 بوصه ورا. ممكن كمان تطلب شكمان باجزاء من التيتانيوم علشان تعلي الصوت. لا وايه، بتحلل درفتاتك وبتحسب التايم بتاعك على التراك. وموتور ال 3000 سي سي توين توربو قوته زادت بقت 530 حصان مع عزم 650 نيوتن متر، 50 حصان زياده و50 نيوتن متر زياده. لا وايه، العربيه دي خلفي بس بتطلع من 0 ل 100 في 3 ثواني و8 من 10 وبتوصل لتوب سبيد 302. انت عارف سعرها في المانيا 115,000 يورو، يعني بتاع 6.5 مليون جنيه. بس للاسف بتتصنع في المكسيك، فلو جت مصر يبقى عليها ضرايب وجمارك 187% ونص، يعني تكسر 18 مليون و700 الف جنيه. ابعتها لصاحبك اللي على قلبه قد كده.